السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد من مجموعة فيديوهات تعليمية خاصة بطرق صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية مقدمة من ميركير. معاكم محمد شعلان، كيميائي متخصص في صناعة مستحضرات التجميل. والنهاردة هنعمل الليب جلوس. كانت طلب مننا من فترة إن نعمل طريقة التركيبة بتاعته، وإن شاء الله التركيبة بتاعت النهاردة دي هتبقى كلها ووتر فري، مفيهاش أي نوع من أنواع المية، فبالتالي مش هنحتاج نضيف مواد حافظة. أنا شُفت طُرق كتير وكانت ناس تسألني طَب إحنا ممكن نحُط جليسرين مثلًا؟ ما ينفعش أحُط في أي حاجة oil base جليسرين، لإن الجليسرين بيمتص بخار المَيّة، وبالتالي بما إني عندي هنا مجموعة من الزيوت، فده هيخلّيها عُرضة ل مصدر لنمو البكتيريا، وده غلط. فما ينفعش إن أنا أستخدم جليسرين تمامًا، ولو هاضيف مواد حافظة يبقى لازم مادة حافظة غذائية. في ناس كتير بتستخدم حاجات زي الMethyl والPropyl Parabens، أنا ما بافضّلهمش. في ناس بتستخدم Sodium Benzoate، أنا برضه ما بافضّلش إن أنا أضيف أي مادة حافظة في الحاجات الخاصة بالشفايف أو العين زي الماسكارا مثلًا. فالطريقة دي طريقة آمنة جدًا، كلّها oil base طبيعية. في ناس بتستخدم بدل الbeeswax اللي إحنا هنستخدمه النهارده حاجة زي الpolyamide 3 أو capric triglycerides، بس مش طول الوقت المواد دي موجودة، كمان المواد دي كلها مصنعة وليست طبيعية. أنا دايما بحاول إن أنا أعمل لحضراتكم الطرق اللي تبقى سهلة، مكوناتها تلاقوها بسهولة، وفي نفس الوقت تقدروا تعملوها براحتكم. بالنسبة لشهر رمضان طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان. وإن شاء الله في رمضان هيبقى الفيديوهات بتنزل الساعة 9 بتوقيت القاهرة، علشان طبعا بعد الفطار وبعد الصلاة والكلام ده كله. أما بالنسبة للمواد الخام اللي احنا هنحتاجها النهاردة لعمل الليب جلوس بتاعنا، هتلاقوها في PDF لينك الموجود في الديسكريبشن. أول حاجة عندي البيز واكس، هضيف عليه الكاستر أويل. بيز واكس طبعا هو بيعمل عملية احتباس للرطوبة بتاعة الشفايف وبيديها طبقة عازلة، والزيت الخروع بيدي ترطيب للشفايف. بعد كده هضيف البارافين أويل، والبارافين أويل ده مهم جدا لأن هو ده هيديني اللمعة. وأنا هنا استخدمت بارافين أويل كوزماتيك جريد، مش بارافين أويل عادي. بارافين أويل كوزماتيك جريد هتلاقوه موجود في الصيدلية، تقدروا تجيبوه بسهولة جدا، ده اللي بيديني اللمعة بتاعت الليب جلوس. بعد كده هضيف الكوكونات أويل، وزيت جوز الهند هو مضاد للأكسدة، كمان ممتاز جدا للشفايف، بيديها رطوبة ونعومة. بعد كده هضيف زيت اللوز الحلو، وزيت اللوز الحلو ممتاز لنعومة الشفايف، بيديها برضو لمعة جميلة جدا زي البارافين أويل. في ناس بتستخدم الدايميثيكون، ولكن هي نوع من أنواع السيليكون، ولكن أنا برضو ما بفضلش المادة دي لأن هي مادة مصنعة. بعد كده هاخد كل المكونات بتاعتي وأحطها على الهوت بليت علشان أدوب شمع العسل، ويبقى عندي محلول متماسك ومحلول شفاف أقدر إن أنا أضيف عليه بقية المكونات بتاعتي. الطريقة دي زي ما قلت لحضراتكم هي طريقة طبيعية جدا، ما فيهاش أي مواد حافظة هنضيفها، وما فيهاش أي مواد مصنعة، وعشان كده أنا بفضلها. في طرق تانية موجودة هتلاقوها موجودة في الإي بوك بتاعنا اللي هنبقى نعلن لحضراتكم عليه إن شاء الله أول ما ننزله، وتقدروا ساعتها تحصلوا عليه وتشوفوا بقية المكونات التانية. أنا هنا هضيف كمان بعد ما المحلول بقى عندي كده شفاف، هضيف الفيتامين إي. والفيتامين إي هو مضاد للأكسدة، وبيساعد إن الشفايف يديها حماية، وفي نفس الوقت يحافظ عليها من التشققات. وهضيف بعد كده التي تري أويل أو زيت شجرة الشاي، وأنا ضفته هنا لأن هو ليه خواص خاصة بمضادات الأكسدة، وبالتالي هيقوي الاستابيليتي بتاعت الأويلز اللي عندي عشان ما يحصلهاش أي أكسدة نتيجة العوامل الخارجية من الحرارة أو من الجو. وده مهم جدا رغم إن أنا ما عنديش مية، ولكن ده هيحافظ على الاستابيليتي بتاعت الأويلز اللي عندي. أقلب المحلول بتاعي كويس جدا عشان أوزع الانجريدينتس كلها خلال المحلول، ويبقى المحلول بتاعي متماسك بطريقة سليمة. ده كده أصبح عندي البيز، أقدر أستخدمه كليب جلوس شفاف مفيش مشكلة. ولو هضيف عليه ألوان أخرى هضيف عليه ألوان زي ألوان المايكا زي ما هوري حضراتكم. أنا طبعا هنا خدت السوليوشن ده، قسمته، جبت بيكر أصغر وحطيت فيه جزء من البيز ده علشان أقدر أضيف عليه لون تاني، علشان خاطر أعمل لون المايكا بطريقة مختلفة، يبقى الليب جلوس ده ليه لون.
طبعًا هنا أنا عندي كذا نوع من ألوان المايكا، أنا جِبت هنا اللون الأحمر الداكن، لإن أنا فضّلت إن أنا أعمل حاجة يعني تورّي حضراتكم بس الشكل هيبقى عامل إزاي، بس طبعًا لو حضراتكم عايزين تغيّروا اللون ممكن تحطّوا أكتر من لون على بعض وتعملوا اللون الخاص بيكم تمامًا، ولازم أتأكد هنا في المرحلة دي إن أنا أقلّب كويس جدًا علشان كل ألوان المايكا تتوزّع عندي خلال المحلول بتاعي، ما يبقاش عندي فيه تكتلات أو حاجة، ولكن لازم يبقى عندي المحلول كلّه متجانس مع بعضه. بعد ما قلّبت ضِفت هنا عندي الessential oil، أنا استخدمت هنا عطر الفراولة essential oil الفراولة علشان يدّيني يعني يبقى متماشي مع اللون الأحمر. أقلّب كويس جدًا علشان أوزّع essential oil بتاعي خلال المحلول برضه، بحيث إن هو يبقى متجانس كلّهم مع بعض. طبعًا الجزء التاني من البيز اللي أنا كنت عملته خلّيته زي ما هو شفاف، ممكن تحطّوا عليه لون لو حابين أو كده، أنا حبّيت إن أنا أورّيكم بس النوعين، وهاجيب الcontainer بتاعي وأبدأ أعبّي فيه المحلول بتاعي. طبعًا أنا باعبّيه بسرعة علشان خاطر قبل ما يجمد، لإنه لو جمد هيبقى يتعبني شوية في التعبية بتاعته، لو جمد منكم ممكن ترجّعوه تاني على الحمّام مائي، بحيث إن هو يفُك شوية وبعد كده فضّوه في الcontainer زي ما حضراتكم شايفين. في طرق مختلفة زي ما قُلت لحضراتكم بالنسبة للlip gloss ده، موجودة في الebook اللي هنبقى نقول لحضراتكم عليه، ولكن أنا بافضّل دايمًا الطريقة السهلة اللي يبقى حضراتكم قادرين تلاقوا المواد الخام بتاعتها وتعملوها براحتكم بسهولة، بدل ما نستخدم مواد ممكن أغلب الingredients ما نلاقيهاش موجودة. فأنا باحاول إن أنا بكل الطرق يعني إن شاء الله إن أنا أخلّي الفيديوهات بتاعتنا تبقى سهلة إن حضراتكم تعملوها بنفسكم. ده كان بالنسبة لفيديو النهارده، أتمنى إن هو يكون عجب حضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، ولو عجبكم إن شاء الله الفيديو سيبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو حابين تشوفوا منتج معين يا ريت تقولوا لنا، باحب أفكر حضراتكم تاني إن شاء الله في شهر رمضان بإذن الله الفيديوهات بتاعتنا هتبقى دايمًا بتنزل الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة عشان بعد الصلاة وبعد الفطار، كل سنة وحضراتكم طيبين، أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.